احلى تحيه على كل اللي بيشوفوني. معاكم حسن التوني وريفيو جديد النهارده ان شاء الله، وخصومات هارت اتاك اللي بتوصل ل 50%. هارت اتاك منزل عروض جامده قوي مؤخرا، 3 قطع فرايدي تشيكن ب 80 جنيه، 9 قطع فرايدي تشيكن ب 300 جنيه، وبتنزل في ايام معينه. بس ما تسالنيش هو الفراخ دي ميته ولا ايه، الله اعلم. في الحقيقه كنت رايح فرع من فروع هارت اتاك القريبه مني للعروض دي، ولكن قلت لا، هيشوفوا بقى في تصوير او حاجه ممكن الاوردر يتظبط، وانا مش ضامن 100% ان انا هندل الموضوع. قلت ما بديهاش بقى، هشوف ابلكيشن بيوصل طلبات واطلب منه من هارت اتاك. واخترت طلبات، والمفروض طلبات في هارت اتاك وفي عروض كمان، وانا اخترت منهم عرضين هنشوفهم سوا. وطبعا اساسي في الفيديو قطع الفرايدي تشيكن، ده اللي انا مستنيه، لان كمان نفسي اكل فرايدي تشيكن، بقالي كتير قوي ما اكلتش فراخ مقليه. فاللايك بتاعك الحلو كده ما تبخلش على اخوك، ودوس يا عم على زر المتابعه، ادعمني كده عشان الدنيا تعلى اكتر واكتر وربنا يكرمنا. وتعالوا نشوف عروض هارت اتاك بتقول ايه. الابلكيشن كان فيه عرضين، عرض اسمه بيجو وده عباره عن سندوتش راب كبير، وريزو ب 145 جنيه. العرض الثاني 4 قطع فرايدي تشيكن ب 215 جنيه. ده اول حاجه الراب طالع لي، ما تفهمش. انا حاسس ان هو حد فتحه تقريبا ولا ايه، هنشوف دلوقتي. وده العيش اللي جاي معاهم، جاي 2 عيش. الريزو يا باشا، الريزو بتاعك الحلو. الفرايدي تشيكن انا طالب كل الاوردر سبايسي. هو الراب جاي سخن نار، يعني لو ده البيج راب ده يبقى يا ضحكوا. بصوا شكل الفراخ من جوه ازاي، قطعه كبيره معتبره. عيش الراب بتاعه مستفز قوي، بيلزق في سقف البق كده. انا اسف تفاصيل تو ماتش يعني. الراب طعمه حلو جدا، صوص السبايسي اللي موجود خطير مع الفراخ اللي قطعه كبيره وباينه طعمها حلو قوي. كان نفسي يدلعوها بس ايه، حته صوص جبنه، حته ترك مدخن. هو خس وقطعه الفراخ وصوص السبايسي بس. تعالوا بقى للريزو. طبعا انتوا عارفين الريزو ليه عشاقه، قطع فرايد تشيكن، صوص السبايسي او الباربيكيو، والريزو. كام قطعة فراخ؟ ادي 1 2 3 4 5 6 لا 7 قطع. 7 قطع، في منهم حجمه حلو وكبير وفي منهم صغير. تعالوا نقول بسم الله وهدوق الرز الاول. رز ريزو عادي خالص. انا المفروض طالب البتاع سبايسي، مش حاسس سبايسي قوي بصراحة. الصوص اللي حاطينه كده باربيكيو، وفي سكه سبايسي مسكر كده، طعمه حلو عجبني. طبق ريزو عادي خالص يعني، حلو لو في الوجبه بتاعتك مش هتتضايق، هتاكله وتتبسط، بس مش واو. بهارات الرز كان نفسي تبقى احلى من كده، ولكن تجربه مقبوله جدا حتى الان. تعالوا بقى للحدث الرئيسي النهارده، 4 قطع فرايدي تشيكن سبايسي من هارت اتاك، مش جايين معاهم غير 2 عيش. اطلع بقى حجم القطع دي، 1 2 3 4. ده هزار بقى، ادي قطعه تمام. ده دبوس صغير خالص، ورك صغير خالص، وجناح بكتف صغير. ده المفروض محسوب قطعه، انتوا فاهمين؟ انا الحوار ده بيستفزني جدا بصراحه. بص الصدر اصلا عامل ازاي، الصدر صغير جدا. تعالوا كده افتح الصدر من النص نشوفه. ده الصدر. سندوتش الراب كان جاي لي سخن قوي، الفراخ مش سخنه خالص. بس تعالوا ندوق ونقول بسم الله. هوريكم حاجه تعرفوا ليه منظر وش كده. الفراخ متحمره زياده، ناشفه، نشفت منهم، مفيش طعم تتبيله. السبايسي هو اللي موجود بس على خفيف خالص. صراحه تجربه مخيبه. تعالوا طيب للورك. ده شكل الورك كده، ده شكل العظمه. والله كنت متحمس قوي للفرايد تشيكن. الله يسامحكم يا هارت اتاك. الفراخ مش افضل حاجه، خلاص كانت داخله على نشفان، اللي هو خلاص يعني انت من كتر ما هي محطوطه في الزيت هتتحرق. طعم السبايسي واضح وكويس، لكن طعم كفراخ مفيش اي ملامح خالص، يعني مش حاسس باي حاجه، مش اقوى فراخ ومش فريش. حته الجناح برضو دي قفلتني، لان 4 قطع ب 215 جنيه ده طبعا. وعايز اقول لكم ان في طلبات، هو مش عرض ولا حاجه، لما انا دخلت على المنيو العادي بقى في طلبات لقيت ان الاربع قطع ب 215، فهو عرض تخيلي يعني. هو كاتب لك ان في العرض ده 215 4 قطع بدل 330. مفيش الكلام ده. هارت اتاك مؤخرا طبيعه المطاعم المصريه، في ناس بتقول مش اقوى حاجه، في ناس بتقول لا في فروع كويسه. مش عايز حد منهم لو بيشوف الفيديو يتضايق، انا مش بضرب فيكم والله خالص، بس انا بحكي تجربه جات لي. ممكن التجربه دي مش احسن حاجه او حظ كده، ممكن التانيه تبقى اظبط. بس يا اخواتي ده كان ريفيو النهارده. لو عجبك بقى ما تنساش لايك للفيديو ومتابعه عشان يوصلك كل جديد. بحبكم في الله، اوعوا تنسوا تذكروا الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سلام.